طبعا منتشر على السوشيال ميديا ان الاهلي ملوش شكل مع ريبيرو ومفيش جمل تكتيكيه واضحه. طبعا ده هبد، سيبك منه وتعالى ركز معايا. ما خدتش بالك ان مفيش ولا ضربه مرمى الاهلي لعبها كره عاليه، وان شوبير دايما بيبدا بالكره من على الارض؟ بلاش دي، ان اي هجمه لازم الكره تعدي على ياسين مرعي عشان هو اللي يخرجنا بيها على الارض. لو اتفرجت على الجول الاول للاهلي اللي في الدقيقه 9 ورجعت بالدقيقه 8 دقيقه واحده بس، هتلاقي نفس الفكره. فدي لا، مش افكار الراجل خالص. الفكره الثانيه كانت واضحه جدا، وهي تعليمات لزيزو بالرمضان، الاثنين اللي بيلعبوا مركز 8، ان هم يهاجموا الممرات الداخليه للاعيبه فرد. بمعنى ابسط، بيدخلوا لل 18 ما بين الباك والمساك، فيفضوا مساحه اما للاجنحه اما للباكات. فشفنا بالرمضان في الجون الثاني بيستلم في المكان اللي ريبيرو حطه فيه، وزيزو بيسجل من المكان اللي ريبيرو قال له يتحرك فيه. نفس الكلام في الجون الثالث، لو تاخد بالك بن شرقي واخد الخط، زيزو في ال 18. زيزو جايب الجون الثالث من جوه الستة تقريبا، يعني بتتكلم في بق الجون. فدي افكار مين؟ تعالى للفكره الثالثه اللي ريبيرو بيشتغل عليها، وهي دخول محمد هاني او الباك اليمين لنص الملعب. وطبعا كانت واضحه جدا في الجون الرابع بتاع جراديشار. تواجد هاني في الحته دي مش صدفه خالص، ده شغل الراجل، بيخلق بيه مساحه وبيضرب بيه لعيبه كتير. اعتقد 3 افكار واضحه وصريحه ريبيرو اشتغل عليهم ونجح فيهم، ونجح ان هو يسجل منهم كمان. مش بنبالغ في تقييم الراجل، وكمان مش هنبخسه حقه، ومش هنزيط مع الزيطه ان احنا نفضل نقطع فيه على الفاضي والمليان. اكتب لي رايك في الكومنتات، ولو عجبك الكلام ما تنساش تعمل لي لايك وفولو.